سوري يا جماعه ان احنا اختفينا الفتره اللي فاتت، بس احنا كنا في مرحله خطيره اللي هي مرحله الباتي تريننج، وده بالظبط اللي انا جاي اكلمك عنه النهارده. نفس عميق كده ويلا بينا نبتدي. بس الاول لو دي اول مره تشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش ان انت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان اي فيديو بعمله يكون عندك. اي ام جديده لسه ما بداتش الباتي تريننج بتكون فاكره ان الموضوع كده، لكن هو في الحقيقه بيكون كده. حاجه بس عايزه اكد عليها وانبه عليها كويس قوي، انه بليز ما تبدايش باتي تريننج علشان فلانه بدات باتي تريننج وابنها نجح، او حد تاني قعد يضغط عليكي وقال لك لا لازم تبداي، او مامتك او اخواتك او كده. ابداي في الوقت اللي انت شايفاه مناسب ليكي وللطفل. اهم سؤال في الباتي تريننج عشان فعلا ينجح هو امتى نبتديه. عشان نجاوب على السؤال ده هنتكلم على 3 حاجات. اول حاجه المناخ المناسب، تاني حاجه الطفل يكون مستعد، وامتى الام تكون مستعده. بالنسبه افضل مناخ هو فصل الصيف. فصل الصيف اللي هو في عز الحر، اللي هو ينفع نلبس فيه الطفل لير واحده، لان هو في الاول بيكون مش قادر يتحكم في نفسه، فما ينفعش يكون فيه ليرز ونقلع حاجات كتير وهو هيقلع لسه نفسه، وهو محتاج يدخل الحمام بسرعه قوي. فاحنا امتى نقول ان الطفل جاهز؟ بالنسبه انه الطفل يقدر يتحكم في صمام الاخراج بتاعه سواء في اليورين او الستول. المفروض فسيولوجيا البنت بتبدا بعد سنه ونص، الولد بيبدا بعد سن السنتين. طيب ده بالنسبه للقدره الفسيولوجيه، بس مش معنى انه القدره الفسيولوجيه موجوده للطفل انه هو فعلا قادر وجاهز ان هو يدخل التويليت. في علامات كده لازم نشوفها في الطفل الاول عشان نحدد ان الطفل ده ينفع نبدا له باتي تريننج من غير ما نتعذب معاه، او لا نستنى عليه شويه. اول علامه ان الطفل قادر يمشي كويس وان هو يتحرك ويروح الاماكن اللي هو عايزها لوحده. تاني علامه ان الطفل يقدر يعبر عن نفسه، يعني مثلا هو محتاج ياكل، هو محتاج يشرب، هو محتاج يدخل التويليت، تقدر تحفظيه مثلا كلمه بيبي او كيكي او ستول او ايا كان ايه اللي هتعلمه له، ويقدر يعبر فيه وقت الاحتياج. تالت علامة وهي علامة فعلا مهمة، ان الطفل بيظهر فضول تجاه الحمام. يعني مثلا لو حد دخل من الكبار او حاجة التويليت بدأ يدخل معاه او يسأل او يتفرج او يشوف هو بيعمل ايه او يبص ايه اللي بيحصل، دي علامة مهمة جدا وحلوة جدا انه الطفل ده عايز يعرف وعايز يتعلم ايه اللي بيحصل في التويليت ده. رابع علامة وهي برضو حلوة ومهمة، ان الطفل بدأ يحرج ويقرف من نفسه لو عمل ستول. يعني مثلا لو هو عمل دلوقتي هيبقى عايز ان انت تغيري له، هو مش عايز يدخل التويليت لانه لسه مش فاهم، بس عايز يغيريه في اقرب وقت وعايز يكون ناشف. خامس علامة ان الطفل يكون الدايبر بتاعه او الحفاض بتاعه ناشف فترة طويلة شوية، بمعنى ان هو المثانة بتاعته او البلادر بتاعته كبرت شوية وقادرة تستحمل ان هو يقعد فترات من غير ما يدخل فيها التويليت او يعمل فيها يبلل فيها الحفاض. زي ما مهم ان الطفل يكون جاهز، مش اقل اهميه ابدا ان الام تكون جاهزه، ان انت تكوني جاهزه زي ان انت تستعدي للوقت ده، وان انت تاخدي مثلا اجازه من الشغل، ان انت تهيئي البيت لحاجه زي كده، مثلا تشيلي السجاجيد وهحضري بقى ادوات نظافتك، الجردل بتاعك، الشرشوبه او الماب او ايا كان هتمسحي بايه، وتهيئي المكان كويس قوي للحوادث لانها هتحصل وممكن تبقى كتيره. فاحنا لازم كده يبقى عندنا سعه صدر، مفيش تعليم من غير غلطات. مهم ان احنا نشرك كل افراد بقى الاسره في الموضوع ده، عشان هم لو مشتركوش في البادي تريننج هم مش هيقدروا قد ايه هو متعب، ومش هيدوكي وقتك ومش هيشجعوكي. فحتى لو مثلا الطفل ليه اخوات اكبر، احنا ممكن نشركهم ان هم يحكوا للطفل الاصغر عن البادي تريننج، يفهموه ازاي او يعلموه. ممكن مثلا جوزك او حاجه يكون معاكي في اثناء التنظيف، او ان هو يكون مع الطفل او يفهمه. الحاجات دي كلها هتساعدك شويه. في مقولة كده بحبها بيقولك أهم من الشغل تظبيط الشغل. احنا دلوقتي عشان نبدأ أي حاجة للطفل من غير ما نخليه مخضوض أو مستغرب ايه اللي بيحصل، لازم نمهد له كويس قوي، بالذات في السن ده. أي حاجة هنعملها جديد، سواء مثلا هنبتدي له حضانة أو هنعمله بادي تريننج أو أيا كان حاجة جديدة هنعملها له، او هيجي له اخ او اخت، لازم نمهد له. والتمهيد ده بياخد وقت، ممكن من اسبوعين لشهر، فاحنا لازم بقى نمهد له. وهقول لك شويه طرق كده ازاي نمهد للطفل بدايه البادي تريننج. ولازم تبداي قبلها بحبه حلوين، لو مثلا هتبتدي لما يتم سنتين يبقى قبلها بشهر كده ابتدي تكلمي عن الموضوع. دي شويه طرق بقى هقولها لك ازاي ممكن تمهدي حاجه زي كده. اول حاجه لو الطفل عدى سن السنتين، انت ممكن تبتدي تستغلي السكرين تايم بتاعه ان انت تفرجيه على سونجز وافلام صغيره، كرتون وحاجات زي كده عن البادي تريننج. وعلى فكره بيحبوها قوي لانها كلها اغاني ومبهجه وبتشدهم وبيحاولوا يقلدوا. ممكن كمان انت تحكي حكاوي وقصص عن البادي تريننج وتشتري كتب صغيره، او حتى لو من غير كتب تطبعي من على النت صور صغيره وتحكي عنها وقد ايه الولد ده شاطر والبنت دي عملت كذا وبتاع. ودي برضو حاجه بتعجبهم قوي ان هم يتفرجوا على الموضوع بعينهم وبصور وكده.
من الحاجات اللذيذة قوي هي العرايس او اللعب اللي هي فيها بادي تريننج دي، برضو بتعلم الاطفال وتخليهم هم يعملوا العروسة كده فيفهموا الموضوع ويتقرب لهم اكتر. هنا برضو قدمتها لبنتي في عيد ميلادها بقى وعجبتها قوي وقعدنا نلعب بيها شوية. لو عايزة بقى تشوفي فيديو عيد ميلادها والديكور اللي عملته وكل التفاصيل بتاعته هنزلهولك قريب ان شاء الله، وهسيبلك اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. بتيجي بقى مع الببرونه والباتي بتاعتها، بتحطيها عليها وفعلا لما تحطي في الببرونه ميه والبيبي بياخد منها فعلا بيقدر ان هو يعمل في الباتي، فالطفل بيفهم الفكره بقى وبيستوعبها كويس. من الحاجات اللي بتساعد قوي الطفل ان هو يتمهد لمرحله الباتي تريننج ان هو تشركيه في مرحله الاعداد، يعني مثلا تاخديها او تاخديه ان هو يشتري غياراته وينقيها بالالوان اللي تعجبه ويفتحها ويفهم بقى ان دي كانها مكافاه ليه كده للمرحله الجايه، ويبدا معاكي متحمس ومن غير عناد. اختيار القعدة المناسبة حاجة مهمة قوي، لان الطفل لازم يكون مرتاح وحاسس بالامان وهو قاعد عشان يقدر ان هو فعلا يعمل حاجة زي كده وهو مش خايف ان هو يقع او حاجة. وبرضو ان انت تشركي الطفل في مرحلة الاعداد انت مثلا في تركيبها او كده حاجة مهمة قوي. من الحاجات اللي انا حبيتها قوي هي القعدة السلم دي، لان هي ليها مسند بيمسك بايده وكمان ليها سلمة عشان يحس ان هو رجله مش على الهوا. من الحاجات برضو اللي عملتها ولذيذة ساعدتني في التمهيد هي اني دورت على صور على بنترست او جوجل عن باتي تريننج وحطيتها في فايل شفاف كده وابتدينا نلزقها مع بعض عند التويلت كده وقدامه، وقعدنا نردد مع بعض ندبب بيه وكده، فالبنت اتعلمت بسرعة حاجة زي كده. بس ده بيعمل ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ بيبي برافو شاطر. طبعا حكيت لكم عن دور القعده المتنقله معايا، جهزنا بقى وظبطنا وجهزنا وكل حاجه، يلا بينا نبتدي. هنبتديها ازاي بقى؟ هنبتدي طبعا بساعات النهار، بس ما ينفعش نبتدي بالساعات الطفل في نايم فيها، احنا هنبتدي بس في وقت ما هو صاحي ومركز. هندي للطفل حوالي 3 ايام كده، نقول ان هما ال3 ايام دول ايام ترايل، يعني الطفل فيهم بيجرب بيشوف ايه الموضوع، فممكن مره تبقى صح و10 لا بره، ممكن كلهم يبقى بره، او على فكره حصلت معايا لا، يعني احنا لازم نطول بالنا كده، لان هو الاول الطفل مش فاهم انت بتعملي ايه، مهدتيله وقعدتي فتره وحكيتي وكل حاجه، بس ستيل هو ما عملش كده. فاول 3 ايام يعني نوسع كده خلقنا وناخد نفس طويل وعميق، مش مشكله. اول 3 ايام بلاش زعيق، بلاش ضرب، بلاش عقاب، بلاش اي حاجه، ان هنقول تاني كاننا بنقول وبنمهد تاني، نقول لا هنا غلط هنا صح وبالراحه، وهنفهم تاني كأن الطفل مش فاهم اي حاجه. ولو عمل صح انت يعني طفلك عمل انجاز، كافئيه طبعا وابسطيه كل حاجه، بس برضو بلاش المبالغه الزايده، فالطفل يتسلى عليكي بقى لو ان هو شايف انه يعني ماما عملت حفله على كذا فانا ممكن اعمل الغلط بقى فتضايقها. فخلينا نكافئه ونقول له برافو عليك ونكافئه كل حاجه، بس بالمعقول يعني. بعد ال3 ايام ما يعدوا، المهم بقى تسجلي المعدل البروجريشن او التقدم بقى في الموضوع ده، يعني قدامك مثلا اسبوع كمان تشوفي بقى هل بيستجيب فعلا، هل المحاولة ماشية في تحسن، تفضلي تسجلي الموضوع ده. حسيتي الموضوع ماشي والطفل بيتحسن ولو بسيط، لو تحسن بسيط يبقى تمام، الترايل دي هتنجح ان شاء الله، وكملي فيها اسبوع او اسبوعين تاني الدنيا هتمشي. حسيتي مفيش تقدم، الطفل مش فاهم مش مستجيب مش حاجه، لمده اسبوع كامل مفيش اي استجابه، ممكن توقفي البادي تريننج وكمليها مثلا كمان شهر لما يكون مستعد اكتر وتمهيد تاني اكتر واكتر. عايزه اقول بس ان احنا ما نقفلش الاولاد من الموضوع، لانه اولاد كتير مع الخوف والزعيق او العقاب او الضرب او ايا كان بيجي لهم كونستيبيشن، يعني امساك شديد وبيوقفوا يعملوا خالص، فدي بتبقى مشكله كبيره. اطفال تانية يحصل لها العكس، يحصل لها مثلا لو اتعلمت بالليل وان هي تقلع الحفاض يعني واهلها زعقوا لها او حاجه، ممكن ما تقدرش تمسك نفسها وتعمل وهي نايمه. فبليز يا جماعه خلوا الموضوع بالراحه، هو كده كده حاجه هتحصل الموضوع هياخد وقت وهيحصل، بلاش الاسلوب اللي هيخلي بالعكس يحصل لو في فعلا تقدم هيحصل انتكاسه بقى. الحاجات المهمه قوي ان احنا نحضرها قبل ما نبدا هي الهدايا اللي احنا او المكافئات اللي هنكافئ بيها الطفل لما يعمل صح. فانا هنا مثلا جبت حاجات زي ستيكر وبلالين، كيس بلالين، الحاجات دي هي بسيطه بس هي حقيقي بتعجبهم بتبسطهم، واحنا كمان عايزين نديهم كذا مره وفي كل مره، فمش لازم نجيب حاجات كبيره او هدايا كبيره، لا حاجات بسيطه بس في نفس الوقت نقول لهم احنا انتوا شاطرين عملتوا صح.
خلال الاسبوع او الاسبوعين اللي احنا هنبدا فيهم الباتي تريننج، غير مفضل تماما ان احنا نكون عاملين حسابنا ان احنا نخرج او ان احنا نسافر، لانه في الفتره دي هنلبس تاني الطفل الحفاض، هيرجع تاني يرتبط ان هو في الحفاض دي الدنيا امان ممكن يعمل فيها. فدي حاجه هتلخبطه وتخلي بدل ما الموضوع ممكن ياخد اسبوع او اسبوعين بالكتير ممكن ياخد شهر او اكتر. فخلينا نخصص اسبوع كده في البيت، يعني كورس مكثف كده الموضوع ده، احسن ما يحصل انتكاسه ونعيد من الاول. الحمد لله خلصنا الباتي تريننج، وبقى عايزين الطفل يوقف الحفاض بالليل. وفي الخروج نعملها ازاي؟ اول حاجه واهم حاجه هي دي، اللي هي القعده المتنقله اللي انت هتاخديها في اي حته. مهم قبل ما نروح اي مكان ان احنا نبقى عارفين مداخله ومخارجه وحماماته ودنيته. نبقى مثلا لو هنروح نادي، احنا هنروح النادي عشان نقعد جنب الحمام، هنروح عند فلان نبقى عارفين الحمام فين. فالقعده دي هتبقى صديقتك الجديده هي مع ابنك او مع بنتك. مهم جدا ان احنا اي مكان هنروحه نبقى محضرين كل دنيتنا وعارفين ازاي هندخل الطفل الحمام ومش هنأخر عليه. ده بالنسبه للخروج. وبرده توقعي انه جايز يحصل يعني كوارث او حوادث يعني، فمعلش هنكبر دماغنا، بتحصل، مفيش حد هيتعلم من غير ما يغلط. ده بالنسبه للخروج. بالنسبه بقى للنوم او للبيت، هنبتدي ان احنا نهيئ برضو لنفس الفكره للطفل الموضوع ده، وهنبتدي نلاقي علامات نقول ان احنا هنبدا باتي تريننج وقتها بالليل. يعني لو الطفل اتعلم في النهار وابتدى بقى نلاقي بالليل بقى ناشف او بالكتير مره واحده، معناها انه ابتدى يمسك نفسه وقت الليل. او لو مثلا اول ما يصحى من النوم يطلع بسرعه يدخل التويلت، معناها انه احنا ماشيين صح. فلما نلاقي العلامات دي ان الطفل اثناء الليل مش مغرق الدنيا ومش مش ناسي خالص موضوع الباتي تريننج وابتدى يبقى ناشف فعلا، خلاص ساعتها ان احنا هنبتدي نقول له ان احنا هنعمل كده ونهيئه برده لكده، ونقلل بقى الميه والرضعات واي مشروبات بالليل. يعني مش قبل ما ينام مثلا بنص ساعه او حاجه نديله حاجه يشربها، لا نخليها مثلا قبلها بساعه وهينام. طبعا الكفر بتاع المرتبه ده صديقنا بعد القعده، يعني الاثنين دول هيبقوا منقذنا الفتره الجايه. فهنحط كفر ووتر بروف عشان نحمي المرتبه. وايه كمان بقى، هنصحي الطفل في اثناء الليل ولو مره واحده، ندخله فيها الحمام ونرجعه تاني. بكده برضو ممكن تحصل حوادث بس هتقل قوي. وهو في الاول لما انت شفتي علامات ان هو مستعد ومش مغرق الحفاض واول ما بيصحى بيدخل التويلت، فهو اوريدي انت شايفه ان هو كده كده هينجح فيها. بس يا ستي لو انت كملتي الفيديو لغايه الوقت ده فانت بطله. ده اللي انا عملته مع بنتي وحاولت اقوله لكم باكتر شكل مبسط. وعلى فكره انا مش الكلام ده عملته من اول مره نجح، انا في محاوله عملتها كانت بدري عن ميعادها وما نجحتش. ربنا يوفقكم كلكم. ما تنسيش بس لو الفيديو عجبك انت تدوسي عليه لايك وتسبسكرايب القناه عشان ينزلك اي فيديو تاني هعمله.